أيها الإخوة الكرام، هناك قواعد مستنبطة من آيات القرآن الكريم، فأية آية جاءت فيها كلمة الإنسان، إنسان معرفة بأل، فتعني الإنسان قبل أن يؤمن. وفي فرق نوعي بين الإنسان المؤمن وبين الإنسان غير المؤمن، وكلمة فرق هذا يدخل في علم المنطق. في عندنا فرق بالدرجة وفرق بالطبيعة. بتقول ذهب، في ذهب 24 وفي ذهب 21 وفي ذهب 18 وفي ذهب 16 وفي ذهب 11. فنسب الذهب في هذه القطعة الذهبية تتفاوت من 24 في ليرة من الذهب الخالص، وفي ليرة ذهب 21 18 11 16. فهو الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن ليس فرقاً بالدرجة، لكنه فرق بالطبيعة، من طبيعة أخرى. يعني منطلقاتك النظرية، عقيدتك، تصورك، سلوكك، هدف حياتك، نمط معاملتك لأولادك، أسرتك، علاقتك بالمرأة، ممكن أن تندرج 100 عنوان في طبيعة الإنسان المؤمن. لذلك أحياناً تأتي كلمة الإنسان في القرآن تأتي معرفة بأل. إن الإنسان لفي خاسر، والعصر قسم بمطلق الزمن، لأن الإنسان في حقيقته زمن، إنه بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. والعصر إن الإنسان لفي خاسر. إله خالق السماوات والأرض يقسم لك، يعني أنت أحياناً تقسم. بما تقسم؟ بعظيم، تقول والله العظيم. وفي أشخاص والقرآن المجيد، واحد لك والكعبة مثلا، ما حأدخل بموضوع القسم بالله فقط. لكن لو أنه أجزنا أن نقول قسم، الإنسان يقسم بعظيم. الإله خالق السماوات والأرض، هل هناك أعظم منه؟ كيف يقسم؟ العلماء قالوا إذا ورد القسم في القرآن الكريم فليلفت النظر، يلفت الله نظرك إلى عظمة الشمس والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. فالقسم بعظيم دائما. فلذلك أيها الإخوة، حينما تأتي كلمة الإنسان معرفة بأل تعني الإنسان قبل أن يعرف الله. لذلك إن الإنسان خلق هلوعا، هكذا خلق، نقطة ضعف في أصل خلقه. يعني مثلا أنت تشتري آلة غالية جدا، في كمبيوترات صناعية 50 مليون ثمنه، 50 مليون، معمل ضخم جدا يأتمر بهذا الكمبيوتر. الآن أكثر المعامل فيها كمبيوتر صناعي، يعني يكون في أوامر متنوعة ومتعددة ومتعاظمة أو متدنية، موضوع طويل هذا. فهذا الكمبيوتر غالي كثير لأنه عم يوجه المعمل. فالإنسان في أصل خلقه ضعيف. فهذا الكمبيوتر الغالي كثير اللي حقه 50 مليون، أثناء خط وصله بالكهرباء في منطقة ضعيفة، والضعف مهم جدا، هذا يسموه الفيوز. ليش ضعيفة؟ إذا جاء التيار عالي جدا بحيث يحرق الجهاز، ارتفاع التيار يذيب هذه الوصلة الضعيفة،
لما تذاب بالسيح ينقطع التيار. هذا فيوز اسمه. وكل ما الآلة غليت إلى عدة فيوزات، فبدل ما نحرق الجهاز نجيب حقه 50 مليون، هالوصلة يلي ضعيفة لما بيجي التيار مرتفع بالسيخ يعني بينقطع التيار. فأنا بقول كما أن الإنسان أغلى مخلوق عند الله عز وجل، ففي عنده كثير فيوزات، هالفيوزات ضمان لسلامته. إن الإنسان خلق هلوعا، هذا الهلع فيوز، يعني لو ما يخاف الإنسان ما بيتوب، بيلاقي هنا كتلة بيقول بسيطة عادية، يروح على الطبيب اللي بدنا خزعة، قلق، أخذ خزعة، راحت لبريطانيا، رجعت ورم خبيث. يعني كلمة ورم خبيث يعني انتهى. الله عز وجل لحكمة بالغة جعل أبسط مرض وهو الرشح وأخطر مرض وهو السرطان ما له حل، ما في حل، يصيب الصغير والكبير والذكر والأنثى وبأي مكان، بالجلد، بالعين، بالدماغ، بالعظم، أي نسيج بالإنسان معرض لورم خبيث. ما الورم الخبيث؟ نمو الخلايا عشوائي، نمو غير منضبط، تنمو الخلايا، وحتى هذه اللحظة ما في دواء. فالله عز وجل هيك التعبير المعاصر تحدى خلقه بهذين المرضين. للرشح ما في دواء، وكل أدوية سمعتوا عنها للرشح بيشفى بعد 7 أيام، والرشح بينتهي بعد 7 أيام، إن أخذ دواء أو ما أخذ دواء. فإن الإنسان خلق هلوعا، يعني الله عمل له نقطة فيوز، نقطة ضعف. لولا هذه النقطة ما في توبة. مين بيتوب؟ خاف، ما دام في ورم في مشكلة. والله عز وجل، يعني هي الطاولة التي أمامي، هي الطاولة مستعملة لأوزان لا تزيد عن 5 كيلو كلها، بس أنا متأكد لو وقفوا 2 هون واثنين هون واثنين واثنين، 8 أشخاص بتحملهم. إذا كان الشخص وزنه فرضاً 100 كيلو، تحمل هي 800 كيلو، بس نستخدمها ل10 كيلو، معناها في عندها بعد في استخدامها 1000 ضعف عن استعمالها. واضحة تمام؟ كان ممكن أي عضو بالإنسان، قلبه، رئته، عظامه، جلده، عضلاته، دماغه، يكون في أبعاد 1000 ضعف عن استعماله، ما في مرض، التغى المرض. يعني في عنا عبارة دقيقة أن الله عز وجل واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود. معنى ممكن أن يكون أو أن لا يكون. المرض ممكن أن يكون مرض، ممكن أن لا يكون أصلا. هلأ ممكن إذا كان على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. فالمرض ممكن ما يكون في مرض. طيب ممكن يكون الكفار في كوكب والمؤمنون في كوكب، ما بقى في حروب، ما في اجتياح، ما في استعمار، ما في طغاة، كله التغى. إذا وضع المؤمنون في كوكب والكفار في كوكب، يا أخي كوكب واحد بس كل فئة بقارة، أمريكا كلها للعصاة والمذنبين، والآسيا وشرق آسيا للمؤمنين. ممكن في قارة، ممكن في كوكب، ممكن في حقبة زمنية القرن 20 للكفار، 19 للمؤمنين مثلا. يعني ممكن الله واجب الوجود، أما ما سوى ممكن الوجود. لكن شاءت حكمة الله أن نعيش معا على أرض واحدة وفي زمن واحد، لأن الإيمان يحتاج إلى تحدي.
إذا ما في قوى تعارضك الإيمان ما له قيمة. أما العالم كله مع الكفر الآن، كله مع الكفر. تآمن أنت بتصير غريب لحالك، لكن أيام غريب بين المسلمين غريب. إذا واحد امتنع عن صفقة فيها ربا، شو مجنون؟ يقال له مجنون من المؤمنين، ضعاف الإيمان طبعا. إذا كان صح له مكسب في معصية وتركه يتهم بعقله. فأنت غريب بين الناس، والمؤمنون غرباء بين الناس، والأتقياء غرباء بين المؤمنين. وكل ما تفوقت بتصير غريب ضمن فئة معينة. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. إن الإنسان، وانتبه لهالنقطة، أي كلمة إنسان بالقرآن وردت معرفة بأل تعني الإنسان قبل أن يعرف الله. بتعبير شعبي خامي، لساته خامي، قبل أن يعرف الله هلوع. يعني قال له الطبيب معك ورم، لكن ممكن يمد معك هذا 4 أشهر، فيك تعيش 4 أشهر. هيئ نفسك، يعني اعمل وصية. ثاني يوم مات، ما تحمل، ثاني يوم مات. شو واحد يسمع أنه في ورم معه، شو بصير فيه؟ إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع؟ الله شرحها، قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بالشر جزوع بيفرط، وبالخير منوع. يعني مرة قال لي طبيب قلب، أيام بيأخذ النبض، بيسمع المريض خبر سيء عن صحته، بيطلع النبض ل 120 رأسا. يعني النبض متعلق بالقلق. أيام يمتحن النبض أول شيء 8، مستقر نفسيا، صار في قلق 120 ل 180 بصير النبض. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يعني بيكون مع الإنسان، والله لا أبالغ، معه أموال بتكفيه يعيش 200 سنة، بتلاقيه قتور بخيل. كيف في عندنا مرض اسمه ورم خبيث، مرض عضال ينتهي بالموت. دققوا ولا أبالغ، في مرض خبيث يصيب النفس، ألا وهو الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلاقي بخيل يتمنى أولاده موته، إن شعر بوعكة وجاءوا له بالطبيب، إذا قال لهم الطبيب عرضية بينزعجوا انزعاج ما له حدود، يريدونها قاضية، بدهم يخلصوا منه. فأنا بقول كلمة سامحوني فيها، أنت تعرف بالضبط أن الذين حولك يتمنون بقاءك أم موتك. بطولتك أن يتمنى كل من حولك بقاءك، وأخطر شيء بالحياة أن يتمنى من هم حولك موتك. وسبحان الله البخيل كل من حوله يتمنى موته، بيرتاحوا، بيتبحبحوا. بتلاقي عم بيقتر لمن المال؟ المال لمن؟ لهم، بدك تكسبهم بحياتك، بدك تسعدهم بحياتك. عنده 12، والله شخص في ريف دمشق عنده 12 بناية، وأنا والله ساعدته بشراء بيت. والده عنده 12 بناية، بده يتزوج، بده يعطي بيت، لك ابنك، لك أنت بني. أنا والله ساعدته بشراء بيت بدوما، أحد طلابي يعني، ما في بده يتزوج، ما في بيت عنده،
وأبوه عنده 12 بناية، لك أعطيه بيت منه. يا أخوانك نصيحة لوجه الله، لك أنفق مالك بحياتك، لك كل من حولك بيحبك. إنه متى ما إنسان مات، من هو أشقى الناس؟ من عاش فقيرا ليموت غنيا. عاش فقير ليموت غني. وفي عندي قصص بحياتي الدعوية لا تصدق، لك معه أموال لا تأكلها النيران، بيقتر تقتير غير معقول. فأنا بقول سامحوني بالكلمة، البخيل معه مرض خبيث بس بنفسه، معه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خلي الأولاد يتمتعوا بحياتك، الله يخلي لنا إياك يا بابا، خلي بقائك محبوب عند من حولك. وأنا بقول كلمة ثانية دقيقة، أول مصطلح، بطولتك أن يتمنى أولادك بقائك. والشيء الثاني دخولك للبيت وخروجك منه. في أشخاص إذا دخل للبيت صار في عيد بالبيت، الصغار والكبار بيتهافتوا على يديه يقبلونها، بيعانقوا، الصغار بيبوسوه. وفي أشخاص إذا كان طلع من البيت صار في عيد. فالبطولة أن يكون العيد في دخولك لا في خروجك. فالأب القاسي كلام قاسي، تقول له أنت غبي، أنت عارفان شو عملت معه، أنت أورثته عقدة حتى الموت. غبي، قال له أبوه أنت غبي، فما بيدرس. أنا أبي غبي، ما بتنقال غبي إطلاقا، ما في غباء الآن. النظرية الحديثة ما في غباء، في ذكاء يعني موجود عند كل الناس، بس ما في ظروف بيئية استثارته. وأيام إنسان بيكون شخص عادي جدا بيتفوق، فما في دمغة ثابتة على الإنسان. بس لما بيكون البيئة محفزة بتكون ذكي، وإذا البيئة مثبطة، يعني إذا كان أب ما تعلم، شو بدك تساوي بالشهادة؟ بيتم بيحتقر أبوه العلم حتى يزهده بالدراسة كلها. وفي أب والله بعرف أب ابنه عمره يمكن شيء 12 سنة، قال له أنت يا ابني آخرتك طبيب. وفي عندنا خطاط بالشام، أول خطاط بالشرق الأوسط اسمه بدوي، بيكتب فارسي شيء عجيب. قال له هذا الخطاط مصابي حماسي، أخذك لعنده تكتب بطاقة الدكتور فلان اسمه خالد الطاير، لوحة نحاسية كبيرة، الدكتور خالد كذا، نسيان كنيته الآن أنا. حطوا له إياه بغرفة نومه، بيفيق الطفل صباحا الدكتور فلان، بينام الدكتور فلان، صار دكتور. ودكتور يختص باختصاص نادر، وله دخل فلكي الآن. يعني هي لقطة من اللقطات. لا تقول له أنت ما بتفهم، أنت غبي، لا سمح الله حمار. هي كلمات بتحطم، لا تحكيها إطلاقا مع أولادك، شجعهم. عالم كبير معنا بالرابطة علماء الشام، مرة هو من حمص، قال لي أنا سبب نجاحي وتفوقي جدي. قلت له شلون؟ قال لي ماشي أنا مع أبي، كنت عمري شيء 5 سنوات، قال له يا ابني عينك على فلان، عبد الكريم اسمه، قال له هذا آخرته دكتور. هالكلمة شو كلفته الجد؟ عينك على ابنك عبد الكريم آخرته دكتور، وصار دكتور. أنت عندك أحفاد، لك دور معهم كبير جدا. فيا أخوان شجعوا الناس، لا تسبطوهم. هالكلمات اللي بيقولها العوام، ما بتفهم حمار لا سمح الله، دب، هالكلمات بيوت تقال كل يوم 100 مرة. شو الكلام هذا؟ ابنك هذا، لك إذا كان يعني هو كذلك تبي جابوه بعد التهمة ترجع لك بالنهاية. فانتبه لكلامك، خلي كلامك منضبط بالبيت. والله بعرف يعني بيوت وإن شاء الله نكون منهم، إني 30-40 سنة ما في كلمة واحدة بذيئة بالبيت. لما بشوف الطفل أبوه ما حكى ولا كلمة بذيئة ولا سب حدا، بتلاقي بينضبط الابن. نوع من التربية السلبية، ما بتحكي ولا كلمة.
هالبيت ما انطرحت فيه طرفة فاحشة، ما في كلمة بذيئة بالبيت كله. هذا الطفل ما سمع كلام بذيء من أبوه ولا من أمه، بتلاقي كلامه منضبط بصير. أما كل ما قام إيده على رجله هالكلمات البذيئة لأولاده ما بصير هيك. بتمنى هالنقطتين، إن فتت لبيتك يكون عيد، وإن طلعت منه يكون شيء مؤلم جدا. وبتمنى الثانية، يتمنى أولادك بقاءك مو وفاتك. أنفق ما يلي عندك. هلأ أنا عفوا يمكن ما بتصدقوا، معي بالشام 30-40 وصية ولم تنفذ واحدة. والله بعرف واحد ترك 4 بنايات من إخواني هو، وكل بناية 4 طوابق، وكل طابق 4 شقق. كم بيت عنده؟ عن الوصية عن طريقي 25,000 ليرة تنفق بعد وفاته. والله ما أنفقوها، ما سخيوا عليه ب25,000. اوعك تكون تحت رحمة أولادك، اوعك، وأنت حي أنفق مالك. طبعا لك حق تنفق ثلث مالك، أنت ثلث مالك تنفقه، وهذا خارج هي الوصية الثلث. النبي قال الوصية الثلث، ما بدك تخليهم فقراء، لا ما بيجوز. بس أنت عندك أموال، مسمح لك بحياتك أن تنفق الثلث. أعمال بر، جمعية خيرية، ميتم، أنشأت ميتم، معهد شرعي، في أعمال هذا يسموها أعمال غير منقطعة مستمرة. أسست معهد شرعي، كل طالب دخل للمعهد وتعلم الشرع وصار خطيب جامع ليوم القيامة بصحيفتك. ألفت كتاب كلفك، هالكتاب والله مرة فتحت القرطبي تفسير، هذا مؤلف قبل 1000 سنة، يمكن ما في خطيب ما عنده القرطبي بعتقد. كتاب يتوزع بمئات الألوف، عالم جليل اتقى الله عز وجل ألف الكتاب. هذا الصدقة الجارية. يعني أنا عفوا بشاهد على الشاشة درس الشعراوي، وينه الشعراوي؟ من 10 سنوات ميت، كل يوم ينتفع بعلمه، كل يوم كل يوم كل يوم. بالمقابل كمان مغني مات المغني وكل يوم في عنده مزربة، كل واحد سمع أغاني وطرب لها، وأحيانا انحرف من خلالها صحيفة المغني. ففي المغني مستمر والقارئ القرآن مستمر، فأنت اعمل عمل يستمر بعد وفاتك. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه